اليوم وصلنا نيبال. مرحبا بكم في كاتماندو، دولة شبه منسية والكثير منا ما يعرفهاش أصلا. رايحين على نيبال. جينا حتى نستكشف واحدة من أقدم الديانات في العالم. جثث تاع ناس قاعدة تنحرق. وأكثر الأعياد غرابة يحتفل بها الهندوس، عيد زواج الآلهة. قبل ما نبداو اعطونا لايك واشتركوا في القناة وخلوني نحكي لكم القصة من وين بدات. اليوم وصلنا على كاتماندو عاصمة النيبال، ما تقام واحدة من أكبر الاحتفالات عند الهندوس، ويحتفلوا بعيد زواج إلههم المقدس شيفا. يا خوتي وصلنا هنا في معبد باتشوباتي، أكثر معبد مقدس عند الهندوسيين. كيما فاتت له شرقية. الناس تجي من مختلف أنحاء العالم فقط لحضور مراسم هذا الاحتفال. ماها شيفاراتي. هكذا تستقبلك نيبال معلم بالعيد. مرحبا بكم في كاتماندو العاصمة تاع نيبال، أغرب بلاد زرتها في حياتي. كل شيء هنا تحس به مختلف يا العالم، كل شيء، الناس، البنيان، الثقافة والعادات تاعهم هنا، حتى الإعلام تاعهم. تخيلوا حتى الإعلام تاع نيبال مختلف على أي إعلام تاع بلاد واحدة أخرى في العالم. كل البلدان عندهم إعلام مستطيل، إلا نيبال عندها إعلام مثلث اللي يرمز للقمم تاع جبال الهيمالايا اللي كاينين هنا في هذه البلاد هذه. واليوم عندهم أقدس يوم هنا في نيبال، اليوم عيد رسمي، والناس جاية هنا لهذه الساحة هذه اسمها داربر سكوير. الناس يجوا من كل أنحاء نيبال وحتى من خارج نيبال باش يحتفلوا بهذا العيد هذا اللي يسموه ماها شيفاراتي، واللي معناتها يوم اللي تزوج فيه الإله الأكبر تاعهم شيفا من الآلهة بارفاتي. والناس تجي اليوم تلبس جديد ويجوا هنا المعابد يقدموا الأكل بالمجان للزوار تاعهم، ويجوا هنا باش يحتفلوا بهذا العيد هذا ويتعبدوا الإله شيفا تاعهم. ولكن احنا اليوم رايحين باش نزيدوا نكتشفوا أكثر وأكثر على هذه الثقافة هذه. رايحين على أكبر معبد وأشهر معبد في العالم اللي كاين هنا في نيبال باش نشوفوا واحدة من أغرب الثقافات في العالم في الثقافة الهندوسية. Today is a very important day for us Hindu. Today is Mahasivaratri, and this day is the wedding day of our Lord Shiva. Shiva is one of the third biggest Lord. There are three main gods in Hinduism. Okay. One is Brahma, one is Vishnu, and one is Shiva. Brahma is the creator, Vishnu is the protector, and Shiva is the destroyer. Okay. And this day is significantly for Shiva, and today it is celebrated as the wedding day of Shiva. Wedding. اوكي، خلوني نعطيكم هكذا معلومه على السريع على نيبال. من بين 10 اعلى قمم في العالم 8 منهم كاينين هنا في نيبال. اوكي، خرجنا من ساحه داربر سكوير وجينا هنا على هذا المعبد هذا اللي اسمه باتشوباتي. باتشوباتي هذا اكثر معبد مقدس هنا في نيبال. تخيلوا الناس تجي تحج هنا، بصح اليوم هاد الناس كاع اللي تشوف فيهم هنا جايين خصيصا باش يحتفلوا بالعيد تاعهم ماها شيفاراتي. كما قلت لكم هذا المكان علاش مقدس عند الهندوس؟ يقول لك هذا هو المكان اللي تزوج فيه الإله شيفا تاعنا، هنا في هذا المكان هذا، في هذا المعبد هذا وين تزوج الإله شيفا تاعنا. تخيلوا على هذيك اليوم الناس جايين من خارج أنحاء نيبال، تخيلوا من كاع أنحاء العالم يجوا هنا على هذا المكان هذا. هذا المكان عندهم مقدس بزاف عندهم هنا في نيبال. على هذيك يجيو هنا، تخيلوا الناس بايتين من البارح قاعدين جايين هنا باش يضمنوا بلاصه وين قد يشوفوا الاحتفالات الرسميه. خلونا ندخلوا الداخل ونشوفوا كيفاش الاحتفالات دايره. معبد باتشوباتي هذا واحد من اكبر المعابد اللي كاينين في العالم، وين الهندوس كما قلت لكم يجوا يحجوا هنا في هذا المعبد هذا. والمعبد هذا ثاني عنده قسم مخصص وين يحرقوا فيه الناس اللي يموتوا، يجوا يحرقوهم هنا كما شفتوا معايا في الفيديو اللي صورناه في جزيرة بالي على الحرق. تعرفوا الهندوس الميت تاعهم يحرقوه. على هذه كاينه هنا في نيبال في هذا المعبد هذا أكبر محرقة تاع بشر ولا أكبر مكان وين يحرقوا فيه الموتى تاعهم هنا. تخيلوا، وعندهم قسم مخصص بالنسبة للناس اللي كبروا
الناس اللي كبروا في العمر وباغيين يموتوا يجوا لهنا لهذا المعبد هذا ويقعدوا فيه. تخيلوا يقعدوا فيه حتى باش يموتوا، ينتظروا الموت. الناس هنا تجي تنتظر الموت. تخيلوا يقول لك انك تموت في مكان مثل هذا، مكان مقدس بزاف. اذا كان مت انت هنا في هذا المكان هذا معناتها انك انت gift. no thank you no thank you no thank you so much thank you ابغى يدير لي الخانه الحمراء هذيك، قلت له لا باش تعطيه الدراهم. gift no thank you so much ناشتا thank you so much 100 rupees please. no thank you Help please. ثانك يو سو ماتش. سوري قال لي يعطيني دراهم، قال لي ندير لك بركه في جبهتك واعطيني دراهم. خلينا احنا ماشي تاع البركه وماشي تاع الخانه، احنا رانا جايين نصوروا فلوج ونصوروا اغرب عاده، اغرب نو ثانك يو نو. تخيلوا هادو يسموهم رجال الدين، هادو يسموهم الصادو، هادو هنا عندهم مقدسين بزاف، على هذيك الناس يجوا يتبركوا من عندهم. الناس قال لك من البارح وهما راقدين هنا باش يحضروا لهاد الاحتفالات هذه. حاجة عجيبة غريبة خوتي، عمري ولا شفت ناس كي من هادو في حياتي. علاش قلت لكم نيبال؟ علاش قلت لكم نيبال أكثر بلاد مختلفة شفتها في حياتي. شوف الناس قاعدين هنا، يقول لك اذا كان انت حضرت لهاد الاحتفالات تاعنا ولا هاد العيد تاعنا تاع الزواج على الاله تاعنا هنا في هذا المكان بالذات، في هذا المعبد بالذات، معناتها انت عندك حظ كبير، عندك حظ كبير انك وصلت حتى لهنا وحضرت الاحتفالات تاع الاله تاعنا شيفا. هذا اغرب عيد حضرت له في حياتي، اغرب عيد حضرت له في حياتي. وانا نقد نقول اني محظوظ بزاف مادام راني هنا وقديت نصور لكم. ماشي محظوظ اني حضرت للعيد تاع الاله تاعهم، بصح راني محظوظ اني راني هنا في هذا النهار هذا باش نصور لكم. هكذا استقبلتنا نيبال بالعيد تاع الاله تاعهم. تخيلوا عمري ولا كنت متخيل اني رايح نزور نيبال في يوم كيما هذا. رجال تاع الصادو هادو في كل بلاصه وكاع يطلبوا منك يدوا دراهم. شوف كاع يطلبوا منك تعطيهم. تخيلوا المعبد هذا من كثر اللي كبير راني داخل هاشوس. قالوا لي ما تدخلش بالصباط تاعك، لازم عليك تقلع الصباط تاعك. اوكي not allowed ما خلونيش نصور. اوكي come don't worry I'll take off Where are you from? اوكي خوتي منعوني جاوني الشرطه. تخيلوا جاوني الشرطه وكنت غادي نطيح في موقف صعيب بزاف. داو لي الكاميرا وكانوا غادي يهرسوها لي. تخيلوا ربي يستر الحمد لله. جاوني 5 تاع رجال شرطه وخرجوني برا، داو لي الكاميرا وبغاو يهرسوها لي. قالوا لي ممنوع انك تدخل داخل. شكون اللي خلاك تدخل؟ وانا ما عرفتش في الاولى. قالوا لي الناس قالوا لي قلع الحذاء تاعك وادخل عادي، بصح الشرطه جاوني يجريو قالوا لي ممنوع عليك تدخل هنا. شكون اللي خلاوك؟ قاعدين يمارسوا في الطقوس تاعهم. الداخل عندهم مجسم كبير تاع بقره اللي يعبدوها هنا، وقاعدين يديروا في الاغاني ويديروا في الطقوس تاعهم الداخل. بصح انا خلعت من جاوني رجال شرطه، 5 تاع رجال شرطه. تخيلوا 5 تاع رجال شرطه جاوني يجروا من الداخل وطردوني وداو لي الكاميرا وكانوا غادي يكسروها لي، كانوا غادي يهرسوها لي. بصح الحمد لله فاتت سلامات. اوكي تخيلوا معايا خوتي، كنا في الجهه اللي كانت فيها الاحتفالات تاع زواج الاله تاعهم شيفا. جيت لهنا لهذا المكان هذا وين مخصص للحرق. تخيلوا هادو هنا من مورايا جثث تاع ناس قاعده تنحرق كما راكم تشوفوا.
ريحة الموت في كل مكان، ريحة اللحم يتشوى. ما قديش صورت لكم شوية وهربت، بغيت نجي منا من بعيد ونصور لكم. تخيلوا في الجهة هذه، تخيلوا في الجهة هذه كاين احتفالات وكاين غناء والناس قاعدة لاهية وتشرب وتاكل وترقص، تخيلوا. وهنا جيت في هذه الجهة هذه اللي كما قلت لكم ريحة الموت في كل مكان، ريحة تاع الموت في كل مكان. تخيلوا هادو كاع هنا جثث تاع ناس قاعدة تنحرق قدامنا هنا. هذا هنا اللي راكم تشوفوا فيه يسموه النهر باغماتي. هذا هو النهر باغماتي، اشهر نهر ولا اقدس نهر عندهم هنا في نيبال. من بعد واحد كاين في الهند، هذا الثاني في العالم عند الهندوس. صراحة عقلي ما استوعبش كيفاش ملهيه كاين احتفالات ورقص وغناء والناس قاعدة تاكل. تخيلوا وهنا بجنبهم كاين ناس قاعدين يتحرقوا، كاين بني ادم بشر، اجسام تاع بشر قاعدين يتحرقوا. كنا في جزيرة بالي وشفنا كيفاش تم عملية تاع الحرق، وسميناها ممكن اغلى جنازة شفتها. بصح هنا هذه تقدر تقول ارخص جنازة، ارخص طريقة للتخلص من جثث تاع الناس اللي ماتوا، ارخص طريقة للتخلص من الموتى. هذه هي تناقض كبير، تناقض كبير في هذه البلاد هذه. عمري ولا شفت حاجة كما هذه. الناس جايين هنا، كاين اللي الموتى تاعهم انحرقوا ورماوهم هنا في النهر هذا المقدس تاعهم اللي يقولوا هما مقدس بالنسبة لهم. وكاين هنا جثة تاع شخص كما شفتوه جابوه، بصح انا ما قديتش نقعد تما، خفت بزاف من الاهل تاعه. ممكن يقول لك الاهل تاعه علاش راك جاي تصور هنا. على هذيك هربت وجيت هنا لهاد الجهه المقابله كما راكم تشوفوا. كاين النهر، كاين الجهه هذيك اللي حرقوا فيها، والجهه هذه وين الناس تجي هنا تقعد هنا. صراحه اليوم شفت تناقض كبير، تناقض كبير شفته. تخيلوا في الجهه المقابله كاين عرس ولا احتفال بالاله تاعهم شيفا، واليوم المقدس تاعهم اللي تزوج فيه الاله تاعهم شيفا. وهنا ماشي بعيد بزاف تجي تلقى ناس قاعدين ينحرقوا ولا ناس يحرقوا في مواليهم. تخيل هنا العائلات ولا الناس اللي ماتوا يجيبوهم العائلات تاعهم هنا باش ينحرقوا في هذا المكان. يقول لك ما كانش عندهم مكان مفضل ولا مكان مقدس اكثر من هذا. تخيلوا علاش؟ كما قلت لكم هنا وين المكان تاعهم اللي جا فيه الاله تاعهم شيفا، وهنا اللي تزوج فيه، وهنا اللي قعد فيه على هذيك. ويقول لك النهر هذا تاني مقدس عندنا بزاف. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. صراحة اليوم انا عييت بزاف في اول فيديو هنا في نيبال، عييت بزاف، شفت تناقض كبير بزاف. منا احتفالات ورقص وغناء كما قلت لكم، ومنا جثث تاع بني ادم قاعده تنحرق قدامنا. منش عارف، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، تكونوا استمتعتوا ولا باش استمتعتوا بالاحتفالات تاع الزواج الاله تاعهم ولا حرق الجثث تاع بني ادم هنا قدامنا. المهم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش اللايك، ما تنساوش الاشتراك في القناه ما كنتش مشتركين. حاجه تعاوني بزاف هي الدعم تاعكم ليا انا. شكرا بزاف على التعليقات تاعكم. اذا كان راكم باغيني نزيد نستمر باش نشارك معكم اماكن اللي نروح لها، ما تنساوش تشاركوا في القناه وتشاركوا الفيديو تاعي مع كاع اصدقاء تاعكم. نشوفكم فيديو جديد في مكان جديد، ما على باليش اذا كان هنا في نيبال ولا في مكان ثاني. المهم سلام.